برشلونة تحقق انتصار مهم في الثواني الأخيرة على حساب جيرونا 2-1 في الوقت بدل ضايع، هدف عن طريق أراوخو في الوقت بدل ضايع. الحكم كان حاسب 4 دقايق. فوز مهم جدا لبرشلونة في الجولة التاسعة من الدوري الأسباني، فوز قاتل مهم جدا، فرق جدا. برشلونة طبعا كانت بتلعب جيرونا في بداية الشوط الأولاني، كانت بدأ أول ربع ساعة كانت كويسة جدا. تشكيل هانز فيليك كان بيلعب طبعا بتشيزني، بيلعب من يمين للشمال، عندك كوندي، عندك إيريك جارسيا، كوبارسي، بالدي. نص الملعب بدري، ديونج، وكاسادو. قدام طبعا كان بيلعب طبعا لامين يامال، ما رجع من الاصابه، بس لعب شوط وشويه. وطبعا عنده راشفورد، وكان بيلعب طبعا كان بيلعب فرنانديز اللاعب الشاب. فطبعا ما عندوش لعيبه، وكثره الاصابات والحاجات الكتيره اللي في برشلونه، اصابات كتير جدا مؤثره، اصابات لعيبه اساسيه، ما عندوش اصلا بدلاء، كان البدلاء كلهم اغلبهم دفاع. فطبعا الشوط الاولاني اول ربع ساعه كانت برشلونه احسن، وسجلت هدف عن طريق بدري. وكانت برشلونه الشوط الاولاني افضل في بدايه الشوط. بعد كده طبعا فريق جيرونا اتحسن، وطبعا خلق فرص كتيره، فيه طبعا مساحات كبيره، وعدم الضغط من خط الهجوم وخط الوسط على فريق جيرونا. طبعا خلقوا فرص كتيره، كان ممكن يخرجوا الشوط الاولاني فايزين باكتر من هدف. طبعا جيرونا سجلت هدف تعادل، والنتيجه بقت 1-1. وخرج الشوط الاولاني بالشكل دوت بالتعادل. دخلنا الشوط الثاني، برشلونه هانز فليك عمل بعض التبديلات، طبعا طلع بدري وطلع لامين يامال ما يقدرش يكمل الماتش، لسه راجع من اصابه. بدري عايز يريحه، عنده ماتشات كتيره واصابات كتيره، فريحه بدري. طبعا الفرقه نزل طبعا روني باراجي اللاعب الشاب. فبرضه برشلونه بعض التبديلات، مفيش دكه اصلا، عندك اصابات كتيره. طبعا نزل فيرمان لوبيز اول ظهور ليه بعد الرجوع من الاصابه، طبعا فرق شويه الفرق لحد ما اتحسنت سنه. بس برضو انت غياب الهجوم وغياب اللعيبه الاساسيه، وطبعا تبديله بدري اثرت جدا. نص الملعب بقى مش عارف يخلق فرص، ولا يحرك، ولا يلعب هجمات، ولا يصنع لعب. ما كانش في حد في نص الملعب مهم. كان طبعا تبديلاته ما عندوش، كان منزل اراوخو ومنزل طبعا كريستنسن، كله اخطاء، حاجات دفاعيه، ما عندكش حد هجومي مؤثر. حتى اللعيبه الهجوميه الفران توريس كل دول اصابه، فما عندكش حد. برشلونه حاولت، وطبعا كانت فيها هجمات عليها خطيره جدا جدا. طبعا الشوط الاولاني كان في كوره ثابته لراشفورد، جت في العارضه، كانت كوره جميله جدا جدا، جت في العارضه، مفيش حظ لراشفورد. وطبعا الشوط الاولاني خلص بالتعادل. الشوط الثاني برشلونه حاولت كتير جدا، وخلقت خلقت بعض الفرص، بس برضو وسجلوا هدف طبعا من ركنيه في الشوط الثاني، بس الحكم لغى الهدف، كان هدف لكوبارسي من ركنيه. طبعا الهدف اتلغى، كان في فاول قبلها على ايريك جارسيا، فالحكم لغى الهدف. برشلونه حاولت كتير، وطبعا كان في فرص على برشلونه، كان ممكن برشلونه برضو تخسر، يتسجل فيها اهداف كتيره، فربنا ستر. وفي الاخر طبعا هانز فيليك اخد كارتين صفر واتطرد اعتراضا على الوقت بدل ضايع والحكم واخطاء الحكم، اخطاء التحكيميه. وكان في ممكن تتحسب ضربه جزاء لراشفورد قبل ما الحكم يحسب الوقت بدل ضايع في نهايه الشوط الثاني. طبعا هانز فيليك اخد طرد وخرج. بعد كده خلاص دخلنا وقت بدل ضايع 4 دقايق. برشلونه حاولت كوره هجمه خطيره، برشلونه خلقت فرصه، استغلت هدف وسجلت هدف عن طريق اراوخو في الثواني الاخيره الوقت بدل ضايع. كان هدف الفوز، هدف فوز مهم جدا لبرشلونه في ظل الاداء والاصابات وكثره الاصابات والخروج من اخر هزيمتين، هزيمه في دوري ابطال اوروبا وهزيمه امام اشبيليه في الدوري الاسباني الجوله الثامنه. طبعا اشبيليه اللي كانت كسبانه الجوله الثامنه خسرت الجوله ديت من رايو فايوكانو على ملعب طبعا اشبيليه برضه على ملعبها في الاندلس، خسرت 3-1 بنتيجه كبيره جدا. طب انتوا عاملين نفسكم جامدين وتخسروا من رايو فايوكانو، ملهاش اي لازمه تعملوا الحوارات قدام برشلونه. بس هي الفرق عموما بتعمل ماتشات قويه من برشلونه والريال بالذات. فدي كان فوز مهم جدا لبرشلونه. وطبعا برشلونه هتلعب في دوري ابطال اوروبا يوم الثلاث امام اولمبياكوس اليوناني، ماتشات مهمه، وداخلين على كلاسيكو يوم 26. طبعا هيبقى الكلاسيكو في ملعب ريال مدريد برنابيو، فهيبقى ماتش مهم جدا، فوز مهم طبعا لبرشلونه. طبعا اهداف برشلونه، الهدف الاول كان هدف جميل جدا لبدري، تمريره حلوه جدا وترقيصه من بدري وحطه بشماله، وهدف جميل جدا. وهدف طبعا جيرونا كان هدف جميل برضو، اجمل واجمل، كان هدف دبل كيك باكورد، هدف جاي بالصدفه، محظوظ جدا لاعب جيرونا سجل الهدف ده. طبعا الهدف الثاني هدف الفوز كان اراوخو، هدف اخيرا اراوخو عمل لنا حاجه
بيعوض الاخطاء اللي هو بيعملها، وفوز مهم جدا لبرشلونه. طبعا يعيب على فيليك بس كثره الاصابات، ويعني ايه اسباب كثره الاصابات في بدايه الموسم، رغم ان انت كنت واخد راحه كبيره وعملت معسكر، يعني كنت مرتاح ما لعبتش كاس عالم الانديه. فكثره الاصابات ديت لازم ترجع يعني ايه تراجع تمريناتك والمعدلات البدنيه والتمارين، عشان كثره الاصابات ديت في بدايه الموسم يعني حاجه صعبه جدا، وانت داخل على موسم طويل ولسه احنا بنقول يا هادي في بدايه الموسم. طبعا في الاصابات الكتيره وكثره الاصابات والحاجات دي، ما تقعد تقول له ايه يعني، ما انت ما عندكش لعيبه اصلا، والنادي ما قدرتش توفر موارد ماليه تشتري صفقات قويه في الميركاتو الصيفي اللي فات. هو يعني مضطر، بس لازم يراجع كثره الاصابات ويلاقي لها حل في اسرع وقت. فده كان برشلونه. وطبعا كان عندنا في الدوري الانجليزي الجوله الثامنه فوز، بدايه الجوله السبت الممتاز كان عندنا فوز تشيلسي 3-0 على نوتنجهام فورست، وتم اقاله مدرب نوتنجهام فورست. وعندنا مانشستر سيتي حقق الفوز على ايفرتون 2-0 عن طريق هالاند، هدفين هالاند. كمان عندنا في السبت الممتاز ارسنال فاز على فولهام خارج الديار 1-0 عن طريق ليوناردو، وهدف طبعا مهم وفوز مهم للارسنال، وارسنال بيرجع لصداره الدوري الانجليزي 19 نقطه. المركز الثاني طبعا مانشستر سيتي 16 نقطه، فرق 3 نقط يعني ماتش. والليفربول طبعا في انتظار ليفربول غدا امام مانشستر يونايتد هيعمل ايه. طبعا يعني ايه قمه الدوري الانجليزي الجوله الثامنه هتبقى ليفربول مانشستر يونايتد، فانتظار بقى طبعا. وكان عندنا كمان النهارده كلاسيكو في المانيا، انتهى بفوز بايرن ميونخ 2-1 على بروسيا دورتموند. يعني بايرن ميونخ كان مكتسح الماتش، هو الافضل اغلب الماتش، اغلب الشوطين كان هو الافضل، خلق فرص كتيره وضيع كتير. فاز 2-1 على بروسيا دورتموند في كلاسيكو المانيا. وطبعا ده ملخص السبت الممتاز. عندنا طبعا فوز برشلونه الفوز المهم، وطبعا كان في طرد هانز فيليك تاكد غيابه رسميا عن ماتش الكلاسيكو الاسبوع القادم يوم الاحد. الماتش هيتلعب على ملعب استاد برنابيو ملعب ريال مدريد، هيبقى 6:15 يوم الاحد اللي جاي. طبعا هانزي فيليك هيتابع بقى الفريق من المدرجات، لانه اخد كارتين صفر واتطرد من في ماتش جيرونا، فطبعا هيغيب مش هيبقى قاعد على الدكه. طبعا ده هيأثر على اللعيبه، فهنشوف بقى هيعمل ايه وهيتواصل ازاي. فده كان ملخص السبت الممتاز بامتياز. لو عجبتكم الحلقه متنسوش اللايك والشير والسبسكرايب، فعل جرس التنبيهات، تابعوني على السوشيال ميديا، لينكات في الديسكريبشن، واشوفكم في فيديو جديد. سلام.